اظن 3/4 اللي بيسمع الفيديو دوت هو دلوقتي في ثانويه عامه، وعلى ما اظن برضو ان اي موقف بتعدي فيه في المراجعه النهائيه هو اول مره تعدي بيه، وبالتالي انت ما تعرفش هو اللي انت هتعدي بيه او الخطوه اللي انت هتاخدها دي كانت صح ولا غلط. حتى لو ماشي صح ففي بعض الغلطات انت ممكن تقع فيها. في الفيديو ده هتعرف 5 غلطات لو مر او عاد بيا الزمن انا مش هعملها، فجاي من خبرتي اقولهم لك. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ معاكم دكتور عبد الوهاب. ازيك يا عزيزي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بالف خير. معلش المراجعه النهائيه في الاحياء سحلان، بنحل كتير جدا، الشرح بنشرح من اول تاني عشان الناس اللي لسه ما بداوش، وفي نفس ذات الوقت اللي بيشترك في المراجعه النهائيه بيتفتح له كل اللي فات من المنصه اي حاجه خدناها في اول السنه بتتفتح له هديه. ومش بس كده، كتب المراجعه النهائيه بالباكج بالهدايا بكل حاجه، لا ده سعرها رمزي جدا 300 جنيه. وغير كده ولا كده برضه مظبطين لك باكج حتى لو انت مش معانا في المنصه، والباكج دي من كتاب الحل كل تفصيصه في الكتب الخارجيه، الاسئله نظيفه يعني متجمع لك في كتاب واحد، ومعاك الجيولوجيا هديه وثلاث خرائط ذهنيه وكراسه البابل شيت وكراسه تنظيم الوقت والنوتة الديسكربشن واربع استيكرات حلوه. كل ده برضه ب 200 جنيه. ده متاح وده متاح، والاثنين لو خدتهم مع بعض هتبقى قفلت الاحياء. عشان ما تطولش وتطول، ما نكترش ونكتر، خير ما نبدا به والصلاه على النبي. ونبدا بسم الله. تعالى نمسك الغلطه الاولى، وهي معامله المحاضرات بنفس معامله اول السنه. في اول السنه لما كنا بنيجي نخش على الدرس المدرس بيشرحه، بتسمع الشرح وبعدين تذاكر. في المراجعه النهائيه ما تعملش ده، وبالذات لو المدرس بتاعك زي احنا مثلا بنعمل ايه، بنمسك الشرح بنمسك لك كل حنتوفه بنشرحها من الاول تاني. ففي مدرسين كتير قوي بيشرحوا المنهج تاني من الاول. فحضرتك لو مخلص المنهج قبل كده بلاش 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 تسمع وبعد كده تذاكر، انت بتراجع. ابدا دايما بالمذاكره، انت اللي خد الخطوه الاولى. المدرس بيقول لك انت مثلا عندك مناعه يوم الخميس الجاي، احنا عندنا مناعه يوم الخميس الجاي، ابدا ذاكر المناعه واسمع الحصه حتى لو تسمعها على ريت سريع شويه. لان انت مش عاوز تسمع المعلومات تاني، انت عاوز تعرف انت وقعت ايه من المعلومات. فعمرك ما هتفهم ولا هتستوعب انت وقعت ايه الا لما تذاكره. فلازم دايما انت اللي تاخد الخطوه الاولى في المراجعات النهائيه. ابدا ذاكر الاول وبعد كده اسمع الشرح، حل الاول وبعد كده صحح اجاباتك. ما تخليش المدرس هو اللي ياخد الخطوه الاولى. المدرس ما هو الا انه بيقول لك ذاكر يوم كذا كذا وبيصحح لك الحاجات اللي انت بتغلط فيها. فدي اول غلطه. الغلطه الثانيه ربط المذاكره بوقت معين. واحد هيقول لي يا دكتور انا ما بعرفش اذاكر بالنهار، واحد تاني يقول لي انا ما بعرفش اذاكر غير بالنهار. عايز اقول لك ان كل ده مزاجك طول السنه، مش عليك غير انك تحصل المعلومه صح جدا وبتركيز اول مره. لكن انت فتره المراجعه النهائيه ما عليك الا انك تسترجع المعلومه وتتدرب على وقت الامتحان. اتعود انك تذاكر في اي وقت وفي اي مود، حتى لو انت انا مش قادر انا عاوز انام، درب نفسك خلاص تضغط على نفسك وتركز وانت عايز تنام. درب نفسك انك تذاكر وتركز بالنهار، معلش اضغط على نفسك. درب نفسك انك تذاكر واحده واحده على الدوشه. وعشان تدرب نفسك اكتب محاكاه امتحان اخر السنه دكتور هوبا، في فيديو كنا عاملينه ساعتين شغله جنبك. على فكره الفيديو ده مبالغ فيه، يعني انا عايز اقول لك عمر ما اللجنه هتوصل للدوشه دي. تخش على الغلطه الثالثه. يلا بينا. الاحباط من الدرجات. دايما في كل سنه اول 5 شوامل انا بقول للطلبه بتوعي ما تبصش للوقت، ما تبصش للدرجات. بكل بساطه اول شامل في حياتك ده هتحس ان انت عاوز تاخد قرار دلوقتي ان انا مش داخل امتحان اخر السنه. درجتك هتلاقيها منحدره، وقت الامتحان انت حاطه ساعتين فجاه فرد ل4 ساعات في 60 سؤال، ده غير الوقت اللي انت هتنقل فيه البابل شيت. وما ادراك ما البابل شيت. تخيل كده ان انا عامل لك كراسه بس بيجي لك هديه مع باكج الكتاب اسمها كراسه البابل شيت، عشان دي بيحصل فيها معجنه. دماغك وانت بتحل الفصل ده على بعضه انت عارف ان كل سؤال هيجي لك على الفصل ده، هيجي لك على الجزئيه دي. لكن في امتحان اخر السنه او في الشوامل بمعنى اصح هتلاقي ان الاسئله كلها كل سؤال ما انتش عارف اللي بعده. وعلى فكره مستواك هيتغير جدا من بعد الامتحان الخامس. مش بقول لك درجتك، بقول لك مستواك. يعني هتكتشف ان في معلومات في الفصل الاول ليها علاقه بالفصل الاخير، بس مهما شرحناها انت مش عارف تربطها الا لما تحل بايديك سؤال. عدد الشوامل ليس مقياسا للدرجات. يعني في واحد يقول لي انا حليت 10 شوامل المفروض درجتي تتحسن. حضرتك الشامل الاول والشامل الاخير ممكن الشامل الاول تجيب فيه مثلا 50 من 60 ويكون اسهل من الشامل الاخير فتجيب في الاخير دوت 45 من 60. الفكره هنا ان كل غلطه انت تغلط فيها تبدا تحللها وتفكر فيها صح. وده ياخدنا للغلطه الخامسه. امتحان اخر السنه كل اللي انت عملته طول الثانويه العامه لا يمثل سوى 50% من وقت الامتحان. جو الامتحان اخر السنه غير. حضرتك كم مره بتحل اسئله امتحانات شامله بتاعت السنين اللي فاتت وتقول هم ازاي غلطوا في سؤال زي ده؟ جو الامتحان نفسه بيفرق، تنشنت والتوتر والمنظر العام نفسه ليه رهبه. غير كده ولا كده تفكر ده امتحان ثانويه عامه اللي هيحدد ان كنت هبقى ولا مش هبقى. وده ياخدنا النقطه الثانيه، اوعى تربط مذاكرتك بوقت معين. مذاكرتك ودروسك وفلوسك وكتبك وكل الحاجات اللي انت صرفتها على طول السنه هتيجي بنسبه 50% في امتحان اخر السنه. المعلومات اللي انت خدتها مش هتخرج عنها الامتحان، لكن الجو نفسه هو اللي جديد عليك، فلازم ده اللي تتدرب عليه. وحضرتك داخل الامتحان مش نايم كويس، ضارب وجبه فول محترمه، وفي نفس الوقت متوتر اصل مستقبلك. فانت اكتب لي في الكومنتات تحت انت في لجنه اخر السنه هتكون عامل ازاي عشان ارد عليك واقول لك ان في الطريق حلم لا تنسى، كل ما تنسى حاجه افكرك.
وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، وخد الفيديو ده ابعته لصاحبك، خلي صاحبك يكتب اسمك في الكومنتات تحت. وما تنساش احنا هنطلع لايفات كتير الفتره الجايه، فما تنساش تفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يوصلك اشعار بكل حلقه جديده. ما تنساش برضو عرض باكج الكتب 200 جنيه، 200 جنيه الكتب دي كلها اللي ظهرك على الشاشه دي كلها ب 200 جنيه توصل لك لحد باب البيت. مش بس كده، المنصه كلها ب 300 جنيه كعرض حلو في المراجعه النهائيه، وهتاخد معاها المنصه كامله اللي فات كله هيتفتح لك مجاني وهديه مع المراجعه النهائيه. كل ده على بعضه 300 جنيه، مفيش مراجعه ب 300 جنيه. كان هذا كل شيء، واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، and as always be healthy and be safe. السلام عليكم.